فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها رايا وهي راكبة حيوانها الكبير وبيمشوا في وسط صحراء فاضية، وبيظهر وهي بتحكي لنا ان من 500 سنة كانت الارض دي اسمها كوماندر، كانت مليانة خير، كان عايش معاهم تنانين مسحورة، وكان لكل تنين قوة سحرية غير التاني، لغاية ما ظهرت ارواح شريرة اسمها الجون. كان زي الوباء علشان كانوا بيحولوا اي حاجة يلمسوها لحجر، حتى التنانين، وكل ما ياخدوا حد منهم قوتهم كانت بتزيد. وقتها التنانين كانوا بيحاولوا يحاربوهم بكل قوتهم علشان يحموا البشر منهم، لكن للاسف ما قدروش، اتحولوا هم كمان لحجر، وقبل ما يتحجروا استخدموا سحرهم وعملوا جوهره وسلموها لتنينه اسمها سيسو. سيسو قدرت تحط الدروم في سجن سحري، واللي بعدها رجع البشر تاني لطبيعتهم ما عدا التنانين. وبدل ما البشر يعيشوا في وحده وسلام ويحافظوا على الجوهره اللي حمتهم من الدرون، حصل العكس تماما. كل الناس طمعوا في قوه الجوهره وقسموا نفسهم لخمس قبائل، وكل قبيله سمت اسمها على اسم عضو في التنين لتقديسهم للتنين اللي هم الذيل والمخلب والناب والعمود الفقري والقلب. والقبيلة اللي معاها الجوهرة السحرية هي كانت قبيلة القلب، علشان كده الكل كان بيغير منها. وبنرجع نشوف بطلة فيلمنا رايا وهي بتدخل نفق ومعاها حيوانها اللي بيلف زي الكورة، وبتخليه يعدي قدامها علشان لو المكان فيه فخ ولا حاجة. وبعدها بتوصل لآخر البوابة وبتفتحها وبتدخل المكان اللي فيه الجوهرة، وبيكون موجود فيه حارس الجوهرة وبيحاول يمنعها من انها توصل لها. وبنكتشف ان الحارس ده طلع باباها وان ده تدريب ليها، وبيقول لها من سنين كتير وهما بيحرسوا الجوهرة دي، وانتي دلوقتي بقيتي حارسة الجوهرة. وبتفرح رايا جدا. وبعدها بيعمل باباها وليمة كبيرة علشان يجمع القبائل الخمسة ويعيشوا بسلام زي زمان. ولما وصلوا فضل يتكلم معاهم لكنهم رفضوا السلام. وبتبدأ رايا تتعرف على نماري بنت زعيمة قبيلة أرض الناب، وفضلوا ياكلوا ويلعبوا، بان انهم بقوا اصحاب قوي. ونماري اهدت رايا سلسله عليها شكل تنين. رايا بكل ثقه ونيه طيبه وريتها مكان الجوهره، لكن ده كان فخ من نماري علشان قبلتها تسرقها. بيحاول بابا رايا يحمي الجوهره، وهو بيحميها حد صوب عليه سهم. قبائل هجموا على بعض وهما بيتخانقوا على الجوهره، بتقع وبتتكسر، والدرون رجعوا يهجموا. باباها شاف ان الميه بتبعدهم فادى قطعه جوهره رايا وقال لها تهرب، ورماها في النهر قبل ما يتحول لحجر. وبعد 6 سنين بتظهر رايا هي وحيوانها، بنشوف ان الدرون حول الناس معظمهم لحجر، والارض بقت مهجوره. نعرف انها بتدور على النهر الموجود فيها التنينه سيسو علشان تساعدها انها ترجع باباها تاني وتنقذ الارض من الدرون، لغايه ما بتلاقي سفينه مهجوره. فضلت تنادي على سيسو بدموعها وبتتكلم قد ايه هي تعبت وقد ايه هي محتاجاها علشان تنقذ الارض من الدرون. وفجاه بتظهر سيسو لما عرفت اللي حصل، وبتطلب رايا انها تعمل جوهرة تانية. فبتقول لها سيسو انها ما عملتش الجوهرة واللي عملها هم اخواتها، وانها لازم تجمع بقية الجوهرة علشان تقدر تحبس الدرون تاني. وبيظهر ان النماري بتدور عليهم، وهنا بيبدأ رايا وسيسو في تجميع باقي الجوهرة. وبيبدأوا بأرض الديل، وبيلاقوا ان الارض بقى كلها حجر حتى الزعيمة بتاعتهم، وبيلاقوا في ايديها الجوهرة. اول ما بتلمس سيسو الجوهرة تحول لإنسانة، وفجأة بتدخل عليها نماري، لكن رايا بتهرب من المكان لغاية ما بيقابلوا ولد صغير اسمه باول بيشغل مركب ويوصلهم مقابل فلوس. ولما وصلوا ارض المخلب بتطلب من سيسو انها تفضل في المركب وهي هتجيب الجوهره. وهناك بتشوف بيبي فبتحاول تساعدها، لكن القرود بيسرقوا منها الجوهرتين وبيطلعوا حراميين. وبتجري رايا وراها وبترجع الجوهرتين، وبتطلب منها انها تساعدها في انها توصل للجوهره الثالثه، وبينضموا معاها. وبنشوف سيسو هي ماشيه لوحدها لغايه ما بتقابل ست عجوزه بتاخدها في مكان درون، وبتطلع عارفه هي مين، وبتهددها انها تقول لها مكان الجوهره، لكن بتنقذها رايا وبتاخد الجزء الثالث من الجوهرة، وبتهرب هي وسيسو والبنت الصغيرة، وبيركبوا بسرعة على المركب. وبعدها وصلوا أرض العمود الفقري، وبيقعوا في فخ راجل ضخم وبيربطهم، لكن بيجي القرود وحيوان رايا وبيربطوه. بنكتشف إنه آخر واحد عايش من قبيلته، وبيقنعوه ينضم ليهم علشان يجمعوا الجوهرة وينقذ قبيلته. فبيديهم الجزء الرابع من الجوهرة وبينضم ليهم، لكن بتظهر نماري وبتحاصرهم، فبتلخمها رايا وبتتخانق معاها لغاية ما بيهربوا. فبتشوف سيسو إن النماري هتقتل رايا، فبتجري وتنقذها. وبكده مش بيفضل غير اصعب جوهره اللي هي ارض الناب اللي زعمتها مامة نماري. وبتيجي سيسو بتحاول تقنع رايا تثق في نماري علشان ياخدوا القطعه الاخيره، فبتوافق وبيبعتوا رساله لنماري انها تقابلهم. فبتوافق نماري وبيتقابلوا، لكن نماري بتخون رايا زي كل مره وبيحصل توتر بينهم، وبتضرب نماري سهم بالغلط فبيجي في سيسو وتقع في الميه وبتختفي. وبتظهر الدرون وبتنتشر، وبيروح سحر الجوهره وبيقضي على كل اللي موجود، ومش بيفضل غير رايا وفريقها ونماري. وكان كل واحد فيهم ماسك جزء من الجوهره،
فقالت رايا انهم يجمعوا جوهرة، واول ما سابوها حولهم الدرون لحجر. فجأة سحر الجوهرة رجع تاني، ورجع كل حاجة على طبيعتها، كل الناس حتى التنانين. وسيسو رجعت وشافت اخواتها والقبائل اتحدت، ورايا رجعت لباباها وحضنها بفخر، وسيسو طارت مع اخواتها في السماء، وكوماندر رجعت زي زمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب. بالسلامة.